السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا والله هلا والله بيكم. كيف الحال أصدقائي في قناة رحلة طعام مع محمد الشرع؟ وطبعا اليوم حبيت نتحدث مع النساء والرجال، بنات، أطفال، ذات بدانة كبيرة، رجال بدانة كبيرة، نساء بدانة عندهم، ونريد ننزل هاي البدانة ونتخلص من هاي الشحوم بشكل سريع. لكن سويت لكم راح اعطيكم بعض الأطعمة زائدا التمارين الرياضية. هاي الأطعمة تنزل الوزن بشكل عالي جدا. أولا طبعا من هاي الأطعمة التي تحرق الدهون، وهي طبعا مستخدمة ومجربة بكثرة، ولكن لازم تداوم عليها. أولا طبعا لازم تاكل فواكه وحمضيات مثل الليمون وكليب فروت، وحتى طبعا تحتوي على فيتامين سي وأي فواكه. طبعا حتى الطماطة والفلفل الأخضر بيها فيتامين سي عالي. ودائما الفواكه أو الخضروات اللي تحتوي على فيتامين سي هي طبعا تحرق الدهون، لأن فيتامين سي يساعد أو به مركبات تساعد على إنقاص الوزن. التفاح طبعا من ضمن الفواكه والخضار اللي نحكي بها. أيضا التفاح هو مهم جدا في إنقاص الوزن، لأنه يحرق الدهون جدا، وخاصة خل التفاح، وهذا حكينا طبعا به بالفترة الماضية. لكن أيضا الجبن والزبد وأيضا اللبن منتجات ومشتقات الحليب هي مهمة، تحتوي على الكالسيوم الجيد، وهي أيضا للعلم فيها نسبة دهون صحيح، لكن الدهون مالتها مفيدة وليس مضرة، وهي أيضا تساعد على إنقاص الوزن، لأن فيها نسبة الدهون الموجودة بها دهون مفيدة وليس من الدهون المضرة، وتساعد على الشبع، ولذلك يعني هي تساعد على إنقاص الوزن. كذلك يعني المكسرات بها دهون، أيضا دهون جدا جدا مفيدة للجسم، وهي تحرق الدهون بشكل عالي. طبعا يعني الكاجو، اللوز، الفستق، وهي حتى حبايب الشمس والبندق، هذه كلها مكسرات مفيدة وتحتوي على دهون صحية ولا تسبب المشاكل والشحوم. لكن يعني ما يصير تزيد من عندها، لكن يعني كل المكسرات لازم تاخذ حجم كف اليد يوميا إذا تريد يعني. الهيل طبعا من ضمن الأشياء المهمة والمفيدة، لأنه به مواد ومركبات تساعد على إنقاص الوزن، كما أنه به مركبات طبعا تزيل السموم واليوريا من الجسم. أيضا الكاري أو يسموها أوراق الكاري الموجودة عند العطارين، إذا تسخنها وتشرب ميتها كلش مهمة، طبعا نحكي بها إن شاء الله فترات جاية. كذلك طبعا الثوم مهم جدا، يحتوي على مركبات ويقي من الكوليسترول، ولكن طبعا مداوم عليه بشكل منتظم يساعد على إنقاص الوزن. كذلك يعني اللهانة أو الملفوف ما يسموه بعض الدول، هي جدا مهمة، إذا سلطة أو بالدورمة أو بعض المأكولات تساعد على إنقاص الوزن. كذلك إذا تحدثنا عن الشوفان والعدس والخس، هذه طبعا منها تزيد الشبع، وأيضا بها مركبات تساعد على إزالة الشحوم وإذابتها، وتنقص الشبع، هو كلش كافي ينقص الوزن. كذلك الدهن السمك أو السمك كآخر شيء يحتوي على 200 كيلو جرام من الدهون الموجودة به، وهي طبعا تساعد على إنقاص الوزن. كالسمك كجانب مفيد في إنقاص الوزن، والمداومة على السمك مهم جدا حتى تنقص وزنه. هذا طبعا باختصار أريد أتكلم عنه، لأن ما حكيت عن كل واحد في كل فاكهة أو خضار أو مكون على حدة، حكيت كلهم لإنقاص الوزن. هذه طبعا إذا داومت عليها مع التمارين الرياضية أعتقد راح ينقص وزنك. تعليقاتكم واشتراكاتكم والإعجابات مهمة أصدقائي. شكرا، ونلتقي مرة ثانية.